لو جيت في مرة كده وكنت في مشوار أو معدي من طريق بيطل على المقابر، يا ترى إيه أول حاجة هتيجي في بالك؟ الموت؟ الأشباح؟ الأرواح؟ الأموات ليهم حرمة؟ ما تروحش المقابر بالليل؟ كل دي مصطلحات بتسمعها بمجرد ما بتيجي سيرة المقابر. أهلا بيكم، أنا شادي سلامة، والنهاردة معادنا مع قصص رعب واقعية حصلت في المقابر. جهز نفسك، طفي الأنوار كلها، خد نفس عميق، ويلا بينا نبدأ. القصة الأولى. ازيكم؟ انا اسمي احمد، طالب في كلية الاداب، بحب الادب والشعر والروايات. والنهاردة هحكي لكم تجربتي المرعبة اللي مهما عدت عليها سنين هتفضل محفورة في ذاكرتي ومش ممكن هنساها ابدا. الحكاية بتبدأ في الجامعة لما قابلت هشام زميلي اللي دعاني اني احضر امسية ثقافية في منطقة مصر القديمة. اصلي زي ما قلت لكم انا بحب الادب والشعر، وكنت بحب احضر الامسيات دي. ده غير ان الحاجة اللي شجعتني اكتر ان البنت اللي معجب بيها هتكون موجودة هناك. ده غير طبعا اصحابنا كلهم. اتفقنا وفعلا اتحركنا على الساعة 4 العصر. حضرنا الأمسية والدنيا ماشية تمام. بعدها ببص في ساعتي لقيتها 10 بالليل، فنبهت أصحابي إن الساعة 10 وبيوتنا بعيد عن المنطقة، وكان لازم نتحرك عشان نلحق نروح بدري، وخصوصا إن احنا معانا بنات. وفعلا اتحركنا ووقفنا في الشارع، بس ما كانتش فيه أي مواصلة معدية، وأنا كان معايا 4 بنات من الجامعة كنت هروحهم في طريقي. بس واحنا واقفين لقينا واحد صاحبنا في الجامعة وكان معانا في الأمسية، كان مروح ومعاه العربية بتاعته. فلما شافنا وقف لنا، واتفقت معاه انه ياخد ال4 بنات يركبهم معاه ويوصلهم لطريق المواصلات بره، لان المنطقة كانت مقطوعة جدا. وانا قلت هطلع على رجلي لحد بره مش مشكلة، المهم بس انهم يروحوا بدري. اتحركت العربية، وبعدها لقيت نفسي واقف لوحدي في الشارع. المنطقة كانت هادية جدا، هدوء مخيف. وكنت عايز أسأل عن الطريق اللي يوصلني لبره المنطقة عشان أركب مواصلة، بس الشارع ما كانش فيه أي حد معدي. حتى البيوت اللي في المنطقة كلها كانت مقفولة وهادية، وتحس إن الناس هنا عايشين في قرية بيناموا من المغرب. المهم قررت أمشي في اتجاه معين، لعل وعسى أقابل أي حد أسأله عن طريق الرجوع. وفعلا بعد ما اتمشيت شوية قابلت راجل كبير كان لابس جلابية بيضة وعمة، وكان ماسك سبحة في إيديه. أول ما شافني بصلي بصة غريبة ما فهمتهاش، فوقفت وسألته عن طريق الخروج. فقال لي انت جاي هنا تعمل ايه؟ فقلت له اني كنت في أمسية ثقافية تبع الجامعة. فبصلي اكتر باستغراب، وكان مبرق فيا جامد. فكررت السؤال مرة تانية، فقال لي عندك طريقين، طريق طويل بس هياخد منك وقت، وفي طريق مختصر بس بيعدي من ناحية المقابر، وشاور لي على الطريقين. فقررت امشي من ناحية الطريق المختصر لاني اتأخرت وكنت محتاج اروح بسرعة. فشكرت الحاج اللي وصف لي الطريق ومشيت. بس بعد ما اتحركت شوية بصيت ورايا، فاتفاجئت بالراجل واقف في مكانه وباصص عليا بطريقة غريبة جدا، وكأنه شايف حاجة أنا مش شايفها. المهم ما حطيتش في بالي وكملت في طريقي، وقررت أعدي من ناحية المقابر، وخصوصا إني مش من النوع اللي بخاف ومش بصدق قوي في حكاية الجن والأشباح والحاجات دي. المهم عديت من شارع ضيق جدا شبه الممر. الشارع كله كان ضلمة، ما كانش فيه غير عمود نور واحد وكان في نص الطريق، ومن على اليمين والشمال كانت موجودة المقابر. الجو كان مسكت جدا بشكل مرعب، لدرجة انك لو رميت ابرة على الارض ممكن ترن. وفجأة وانا ماشي حسيت بصوت خطوات بتمشي ورايا. ببص ورايا مش بلاقي حد. الموضوع اتكرر اكتر من مرة، وفي كل مرة ابص ورايا ملاقيش حد. فبدأت اخاف واحس ان في حاجة غلط. شوية وسمعت صوت اطفال بتصرخ، وصوت ستات عمالة تلطم وتبكي. الاصوات كانت كل مدى بتعلى، وكنت كل ما ابص على مصدر الصوت الاقي قدامي ضلمة في ضلمة، مش شايف اي حاجة. وصلت لنص الطريق اللي فيه عمود النور، وكانت عبارة عن فسحة كبيرة اخر الممر، والمقابر بتحوطها من كل ناحية. بصيت يمين وشمال، الصمت والهدوء كانوا مالين المكان. فقررت اكمل في طريقي، بس فجأة ببص قدامي لقيت شخص جاي عليا. بدأ يقرب مني، والأول مرة في حياتي أحس إني خايف ومتوتر. الشخص عدى من جنبي، كان لابس عباية سودا وملامحه ما كانتش واضحة قوي بسبب ضعف الإضاءة. رميت عليه السلام لكن مردش عليا وكمل في طريقه. استغربت جدا، لكن لما بصيت عليه من ورا كتفي اتجمد الدم في عروقي. ما لقيتش حد خالص في المكان، وكأن الشخص ده ظهر من العدم وبعدها اتبخر. ما كنتش فاهم ايه اللي بيحصل. اتحركت شوية لقدام، فبدأت أسمع صوت بكا عالي. مشيت ناحية مصدر الصوت، فشفت بنت شابة حاطة وشها على قبر من القبور، وكانت عمالة تعيط بهستيريا. بس مش دي المشكلة.
المرعب إن جسمها كله كان ملفوف بالشاش اللي لونه اتحول للأحمر من كتر الدم اللي بينزف منها. المنظر كان مرعب جدا، خلاني وقفت واتسمرت في مكاني، وبدأت أسأل نفسي يا ترى مين البنت دي، وإيه اللي جابها المقابر في وقت زي ده، ومين اللي قطع لها جسمها بالشكل ده. وفي وسط حيرتي وتساؤلاتي فجأة البنت بتلف وشها ناحيتي وبتبص عليا. حسيت ساعتها إن دقات قلبي هتقف من كتر الرعب. فضلت تبص عليا لثواني عدوا عليا كأنهم سنين. بعدها رفعت إيديها الملفوفة بالشاش وبدأت تشاور لي، وهي عمالة تبكي بصوت مخيف جدا، صوت أقرب للنحيب. بعدها ابتدت تقوم وتقرب مني لحد ما شفت ملامحها، لكن اللي شفته خلاني أحس إن الأرض كلها ابتدت تلف بيا، وكل حتة في جسمي بدأت تتنفض. البنت كان وشها كله محروق ومتاكل، والدود عمال ياكل فيه، وفي دم غزير بينزف منها على الأرض. فضلت تقرب أكتر وتشاور لي، وأنا عمال أستعيذ بالله بصوت خافت، ومش قادر أتحرك من مكاني ومش مستوعب اللي بيحصل. فجأة البنت وقفت وصرخت صرخة عمري ما سمعت زيها من ساعة ما اتولدت. صرخة حرفيا هزت الأرض من حواليا، وبعدها لفت نفسها وجريت ناحية القبر اللي كانت بتبكي عنده واختفت في الضلمة. ابتديت بعدها أسمع أصوات كتير متداخلة، أطفال بتبكي وستات بتصوت وناس كأنها بتتعذب. سديت وداني وقعدت أستعيذ بالله بأعلى صوتي، وقعدت أقرأ كل الآيات القرآنية اللي حافظها. وبعد وقت مش عارف كان قد إيه قدرت أقف على رجلي وابتديت أمشي بسرعة كبيرة جدا، وكل ده حاسس إن في خطوات كتير ماشية ورايا. بس في اللحظة دي ما كانش عندي الجرأة إني أبص ورايا أبدا مهما حصل، ففضلت أتحرك في الطريق اللي قدامي بأقصى سرعة لحد ما لمحت الطريق الرئيسي آخر الشارع. اطمنت شوية وركبت مواصلة وروحت على بيتي وأنا في قمة الرعب والفزع من اللي حصل لي. وفي الليلة دي وأنا نايم البنت اللي شفتها في المقابر جاتلي في الحلم، لكن ما كانش في شاش على جسمها المرة دي. جسمها كان كله محروق ومفقفق وكان شكله بشع جدا، وفضلت تقرب مني في الحلم زي ما حصل في المقابر بالظبط، لحد ما وقفت وصرخت نفس الصرخة. صحيت من النوم مفزوع وكنت باخد نفسي بالعافية، فقررت أقوم أتوضى وأصلي الفجر. لكن من ساعتها والبنت دي عمالة تطاردني في أحلامي، ولحد دلوقت مش عارف مين البنت دي وعايزة مني إيه بالظبط. وبتنتهي القصة التانية. مساء الخير، أعرفكم بنفسي، أنا اسمي يوسف، ساكن في منطقة قريبة من المقابر، واللي بيحرس المقابر دي ترابي اسمه عم متولي. كان راجل كبير في الستينيات من عمره، لكنه كان وارث الشغلانة دي أبا عن جد، وكان أهل المنطقة كلهم بيحبوه لأنه راجل طيب وخدوم. وساعات كنا بنروح نقعد مع عم متولي عشان يحكي لنا القصص اللي بتحصل معاه في المقابر من ساعة ما اشتغل فيها. وفي يوم كنت راجع من الجامعة وكان يوم خميس وصباح أجازة، فقلت أما أعدي على عم متولي أقعد معاه شوية وأشرب الشاي، وكان الوقت المغربية فعديت عليه وعمل لنا كوبايتين الشاي الصعيدي التقيل اللي يوزن الدماغ. فقعدنا وبدأت أسأله: عم متولي، انت مش بتخاف لما بتكون لوحدك بالليل في المقابر؟ وازاي بتقدر تستحمل الهدوء المخيف ده بالليل؟ فرد عليا وقال لي: يا ابني، الميتين مش بيأذوا حد، لكن ممكن يبعتولك علامات معينة علشان يوصلولك رسالة، وانا اتعودت على الحاجات دي. فاستغربت وقلت له: علامات زي ايه؟ وطلبت منه يحكي لي أمثلة من اللي شافها. فبدأ عم متولي يحكي ويقول: من 7 سنين في شاب اتدفن هنا، وشاور لي على مكان القبر بتاعه. وبعد ما اتدفن بأيام بدأت تحصل معايا حاجات غريبة جدا. وبيكمل ويقول: بعد ما الشاب ده اتدفن ب3 أيام كنت في ليلة سهران قدام الأوضة، كنت بتدفى ومولع السبرتاية بتاعتي وبعمل كوباية شاي، ولما بعد الوش الناحية التانية بلاقي فجأة شخص ظهر من العدم وقاعد جنبي. فبسملت واستغربت جدا، رميت عليه السلام وردش عليا. فضلت أكلمه وأقول له: أنت دخلت هنا إزاي؟ لكنه كان ساكت وباصص لي بدون كلام. فتأكدت ساعتها من جوايا إن الشخص ده مش إنسان. وكان جنبي قصرة خبز ناشفة، لقيته مسكها ورفعها قدامي. فسألته: أنت جعان؟ فهز راسه بمعنى إنه أيوة جعان. فدخلت الأوضة أشوف أي أكل موجود فيها، ولما خرجت ما لقيتش الشخص ده، وكمان ما لقيتش كوباية الشاي بتاعتي اللي لسه عاملها. دخلت اوضتي وقفلت عليا الباب وانا هتجنن من اللي حصل. كنت متأكد 100% ان اللي شفته ده مش بشر. المهم مددت شوية على السرير لحد ما عيني غفلت،
وحوالي الساعة 2 بعد نص الليل لقيت الباب بيخبط جامد جدا بطريقة مخيفة. لأول مرة حسيت إن قلبي انقبض والخبطات عمالة تعلى. استعذت بالله وقمت من مكاني وابتديت أتحرك وأقول مين اللي بيخبط، بس محدش كان بيرد والخبط مستمر. فكررت السؤال كذا مرة، مين اللي على الباب، بس برضه محدش رد لحد ما الخبط هدي خالص. فتحت الباب وانا ايدي بتترعش. لأول مرة في حياتي كنت خايف فعلا. فلقيت قدامي كلب اسود جدا وفي بقه كسرة الخبز اللي اديتها للشخص اللي ظهر لي من شوية، وكمان لقيت جنبه كوباية الشاي اللي اختفت. فرمى الكلب كسرة الخبز اللي بين سنانه على الأرض، وبعدها اتحرك قدامي حوالي متر ولقيته وقف وابتدى يبصلي. ففهمت انه كان عايزني امشي وراه علشان يوريني حاجة. فدخلت جبت الكشاف بتاعي ومشيت وراه. ما كانش بيخرج منه اي صوت، كان بس بيبصلي كل خطوة والتانية وكأنه بيتأكد ان ماشي وراه ولا لا. فضل يمشي وسط المقابر لحد ما وصل لقبر الشاب المدفون جديد ووقف عنده. فبصيت على القبر، بعدها رجعت بصيت للكلب وكنت مش فاهم هو عايز يوصل لي ايه بالظبط، لكنه فضل واقف جنب القبر. اتحركت ناحية باب القبر، لقيت القفل على الباب زي ما هو ومفيش حاجة حصلت، لكن لما ببص تاني على الكلب بلاقيه اختفى. ابتدى الخوف يعلى جوايا وفهمت ان الكلب بيوصل لي رسالة معينة. فوقفت فترة عند القبر اراقب المكان، ولما لقيت الدنيا طبيعية جدا ومفيش حاجة غريبة والجو ابتدى يبرد قررت ارجع اوضتي. لكن وانا راجع في الطريق بلف يمين ناحية الأوضة بتاعتي لقيت الكلب قاعد قدامي زي ما يكون مستنيني. قربت منه بالكشاف اللي في ايديا، فاتصدمت لما لاحظت ان الكلب كان حجمه كبير شوية عن حجم الكلاب العادية. ولما قربت منه اكتر لقيته قام على رجليه وابتدى يبص لي جامد بطريقة خوفتني. فبدأت اقول بصوت عالي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا تأذيني ولا أذيك. فلقيته مشي قدامي ناحية الأوضة بتاعتي وكأنه بيوصلني. بعدها بصلي وخرج منه صوت مكتوم وقعد على الأرض. فدخلت الأوضة وسبت الباب مفتوح وقررت أشغل الراديو على إذاعة القرآن الكريم. وأول ما شغلت الراديو لقيت الكلب ابتدى ينبح بصوت عالي ومزعج جدا. فبصيت قدام الأوضة لقيت خيال ضخم جدا بيتحرك عند الباب. مسكت الراديو واتحركت ناحية الباب وانا حرفيا جسمي كله بيترعش. الخيال كان قدامي وعمال يتحرك. وصلت للباب وخطيت برا الأوضة، بس المفاجأة ان ملقتش اي حد برا والخيال اللي كان موجود اختفى. قفلت الباب وسبت القرآن شغال وقررت انام، لكن عقلي كان مشغول بكل اللي حصل، مشغول بالكلب الغريب والشخص اللي ظهر فجأة جنبي وقبر الشاب المدفون جديد، ويا ترى ايه علاقته بالموضوع. وفي وسط كل الافكار دي لقيتني بروح في النوم، بس في الحقيقة كنت نايم ومش نايم، والصداع كان هيفرتك دماغي من كتر التفكير. لحد ما صحيت كعادتي على اذان الفجر، اتوضيت وصليت وبعدها عملت كوباية شاي تقيلة وفضلت صاحي لحد الصبح. وفي الصبح وانا بتحرك وسط المقابر لقيت واحد واقف عند قبر الشاب المدفون جديد، فرحبت بيه ودعيته يشرب معايا الشاي. ولما سألته الشاب ده مات ازاي قال لي انه مات في جريمة قتل، وللأسف كان وحيد ابوه وامه وكان قاعد في شقة لوحده، والجيران دخلوا عليه لقيوه مقتول ب11 طعنة، ولحد دلوقتي مش عارفين مين اللي عمل كده. بعدها مشي الشاب بعد ما وصاني على قبر صاحبه، لكني كنت في عالم تاني. كل الأحداث اللي حصلت ليلة امبارح مش عايزة تغيب عن تفكيري. فضلت طول اليوم بفكر في اللي حصل لحد ما الشمس غابت والليل دخل عليا. وبالليل كالعادة طلعت السبرتاية أعمل كوباية الشاي، بس وأنا قاعد لمحت خيال بيتحرك من ورا الشجر اللي جنب المقابر. الخوف دب في قلبي وقمت بسرعة جبت الكشاف وجبت شومة كنت شايلها في الأوضة واتحركت ناحية الشجر. ومن بعيد بدأت أنده بصوت عالي مين هناك. قربت أكتر لحد ما وصلت عند الشجر وقربت الكشاف للحتة اللي اتحرك فيها الخيال، بس ملقتش أي حاجة. وساعتها كنت هتجنن، أنا متأكد إني لمحت حد بيتحرك في المكان ده. دخلت للمنطقة اللي ورا الشجر أدور فيها، لأن في حرامية ونباشين قبور ودجالين كتير بيدخلوا المقابر ويمارسوا أعمال شيطانية، بس دورت في كل حتة ملقتش أي حد. بعدها وأنا راجع اتفاجئت بالكلب الأسود واقف في نص الطريق اللي بيودي على أوضتي. الكلب كان باصص في عينيا وكان متحفز جدا. بعدها بدأ ينبح بصوت مخيف ومزعج. ابتديت أتراجع لورا
لدرجة اني كنت هتكعبل والكشاف هيقع مني، بس قدرت اتمالك اعصابي واقف على رجلي، وقعدت استعيذ بالله واقرا قرآن بصوت عالي، وفضلت واقف قبال الكلب لحد ما هدي وبطل نباح. وكنت متأكد من جوايا ان الكلب ده مش طبيعي، ممكن يكون جني او شيطان او اي حاجة تاني. المهم ان استمريت على الوضع ده لفترة، لدرجة ان لما بصيت في ساعتي لقيتها 2 بعد نص الليل. بس فجأة لقيت الكلب قام مرة واحدة وبص بعيد وكأنه شاف حاجة معينة، وبدأ ينبح بصوت عالي، وقام جري بكل سرعته في الاتجاه اللي كان باصص فيه. ساعتها بس خدت نفسي وقمت جاري أنا كمان على أوضتي وقفلت الباب وشغلت الراديو. المهم إن الكلب ده ابتدى يظهر لي كل يوم في الفترة دي، وفي أغلب الأوقات كنت بشوفه قاعد عند قبر الشاب المقتول، لحد ما الشاب ده كمل 40 يوم. ومن بعدها ابتدت الظواهر دي تخف شوية شوية لحد ما اختفت نهائيا. بس من ساعتها وكل الأحداث دي محفورة في ذاكرتي، ولحد دلوقت مش عارف مين الشخص ده اللي كان بيظهر لي، والكلب الأسود الضخم ده كان عبارة عن إيه، وإيه علاقة الشاب المقتول بيهم، وإيه بالظبط الرسالة اللي كانوا عايزين يوصلوها لي. وبتنتهي القصة. لو الفيديو عجبك أتمنى تدعمنا بلايك وتشترك في القناة، وتكتب لي رأيك تحت في الكومنتات، لأن ده بيشجعنا على الاستمرار. وطبعا تدوس على زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد. اشوفكوا الفيديو الجاي.